وقبل ما يرجع بابا لقيت ماما جات لي الأوضة وقالت لي: نجلاء، أنا عايزاكي في موضوع مهم قوي. قلت لها: خير يا ماما. قالت لي: شوفي يا بنتي، انت ما بقيتيش صغيرة، وأكيد انت شايفة الطريقة اللي أبوكي بيعاملنا بيها. وعلى فكرة، أنا سألت وعرفت إنه بيقبض أضعاف اللي هو بيبعتهولنا. يعني أنا ما ظلمتوش، غير إني عذرته كتير. وقلت لها: أيوة، يعني عايزة تقولي إيه؟ برضو مش فاهمة. قالت لي: أنا من حوالي 6 شهور رفعت قضية خلع على أبوكي وكسبتها، والمفروض إن يكون وصل له جواب وعرف إني خلعته، بس يمكن بسبب الظروف إن هو مسافر وكده الجواب ما وصلوش ومعرفش. وأنا لما لقيته معرفش قلت أحسن، عشان يعني ما يأثرش معاكي في المصاريف. وأنا دلوقتي متجوزة على سنة الله ورسوله، ومعظم الناس عارفة إن أنا متجوزة، ومنهم جدتك. مرضتش أقولك وقتها على كل ده لأني خفت عليكي قوي، لحسن تزعلي على أبوكي وتتأثري وتجيبي مجموع مش حلو في الامتحانات، لأن انت كنتي ثانوية عامة وشهادة. كمان خفت لحسن يبطل يبعتلك فلوس. وعلى فكرة، أي فلوس أبوكي كان بيبعتها كنت بصرفها عليكي كلها. انت دلوقتي عرفتي كل الحقيقة، وخلاص انت كبرتي، وأنا من حقي أشوف حياتي. اتصدمت صدمة عمري. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ماما اتطلقت من بابا واتجوزت واحد تاني؟ يعني أنا كنت بصور أمي وجوزها؟ طب ليه كده؟ يعني بابا دلوقتي موقفه إيه؟ مش عارفة. شكلي مضطرة إن أقول لبابا. أو دلوقتي بابا هيجي قريب، ولو رجع ولقى الوضع ده وأنا ما قلتلوش هيجيب الحق عليا ويقول لي: انت ليه ما قلتليش؟ وساعتها يفتكر ان ليا مصلحة في كده. انا هقول له خلاص. وفعلا اتصلت ببابا وقلت له كل اللي حصل. ساعتها بابا مستحملش وجات له أزمة قلبية ونقلوه على المستشفى. بابا كان عنده أمل إن الصور تطلع مزيفة، وإنه يرجع ويصلح الأمور، أو حتى ينفصل هو وماما. لكن ما جاش في باله إنها ممكن تخلعه وتتجوز